خير أعزائي المشاهدين، هذه الفقرة أنتجها وأخرجها الأستاذ المحلل السياسي محسن البهادلي أبو عمر في المرسم الصغير الموجود في المتحف المتجول، حيث دائما نجد هنا بعض الآباء وبعض الأمهات وبعض الرواد ممن يحاولون تعليم أبنائهم فن الرسم. صباح الخير أستاذ العزيز، شلونك أحوالك؟ قدم لنا اسمك. نجم الخفاجي. أهلا وسهلا بك. رسام تشكيلي. الحفيد أو ابن؟ لا هذا من الرواد. من الرواد. نعم. هل لك خبرة في فن الرسم؟ أنا فنان تشكيلي، عندي معرض هنا. جيد جدا. الكيفية التي تقدم بها خبرتك ومعرفتك لأبنائنا فلذة أكبادنا أطفالنا هنا، كيف؟ يعني الكيفية القريبة، الكيفية الأسهل. إيه. نعم. يتم إعداد هاي الألواح الخشبية المخططة، ويجي الطفل يكمل الرسم ماله أو يوزع الألوان عليها. أنت تضع له الأساس أو اللبنة الأولى. أضع له، وهم طبعا إمكانيات مختلفة. نعم. أكو من عندهم كل شيء يعرف الرسم. نعم. أكو منهم مبتدئ. نعم. أكو منهم وسط. الطفل كله يشوف راحه من يشوف إنتاجه ويشوف شغله ويشوف عمله. حتما أستاذنا العزيز، المواهب هي درجات، منها موهبة على درجة عالية وموهبة متوسطة وموهبة متدنية، ولكن أنت دورك هنا الصقل. إيه، الصقل والتوجيه. وهو نعم، الصقل والتوجيه. نعم. حسوني. عمو، هل استفدت من هذه المحاضرة مع الأستاذ التشكيلي؟ نعم. تعلمت الكثير. نعم. مران اليد. نعم. ومران التصور وعشق نعم. اللون. نعم. ومزج الألوان. نعم. كل هذه يعطيك إياها الأستاذ هنا. نعم. نتمنى لك التوفيق وللأستاذ التوفيق أيضا، وننصحك أن تواظب وتواصل وتصقل موهبتك بالشكل السليم والصحيح. طبعا والده سيف النقاش. نعم، معروف. مشهور ومعروف. هو أهم من عنده يعني يطور إمكانياته. وهذا شكرا لك أستاذنا العزيز، وأنت تمنح وقتك يوم الجمعة لإضافة شيئا ما لمواهب نشأنا جدد الصغار أبنائنا فلذة أكبادنا. والشكر والتقدير للأستاذ محسن البهادلي أبو عمر على هذه الفقرة الطيبة.